البداية كانت ياسمين عبد العزيز تحاول التقاط صورة سيلفي مع زوجها أحمد العوضي، إلى أنها تحولت إلى فيديو عفوي ومن بعدها إلى فيديو مع فلتر بشفايف وخدود كبيرتين جدا. وفي التفاصيل شاركت ياسمين عبد العزيز المتابعين على السوشيال ميديا بعض اللحظات العفوية والمواقف المضحكة التي تخللت جلستها مع العوضي. في أول فيديو شاركته ياسمين على انستجرام كان من الواضح أنها كانت تحاول التقاط سيلفي مع زوجها، لكن النتيجة كانت فيديو قصير عفوي وعلقت عليه بوضع قلب أحمر، إلى أن العوضي كان من أول المتفاعلين مع الفيديو وكشف بشكل مضحك أن المحاولة كانت لالتقاط صورة ولم يتوقع فيديو. كما تفاعل المتابعين مع الثنائي بقوة وتركوا تعليقات حملت رسائل حب لهما، بالإضافة إلى توجيه سؤال إلى العوضي: هو ينقص كده يا ياسمين؟ ياسمين لم تكتفي بهذا الفيديو، الواضح أن الموضوع أعجبها فحاولت التقاط فيديو ثاني أكثر هضامة، حيث استخدمت أحد الفلاتر على انستجرام وظهرت بشفايف كبيرة للغاية وخدين منتفخين وتغيرت ملامحها بالكامل، واكتفت بالتعليق على الفيديو بسمايلات ضحك. وكان تعليق العوضي في الفيديو ملفت، حيث مادحها قائلا: هطلق. المفاجأة كانت في التفاعل الكبير من قبل المتابعين على الفيديو، وحاولوا المزاح مع ياسمين في التعليقات المضحكة والفكاهية، وقاموا بتشبيهها في بعض النجوم ومشاهير السوشيال ميديا ومنهم نادين نسيم نجيم. أيضا العوضي كان من أول المعلقين على الفيديو قائلا: شفايف مترشمة. يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كان مسلسل ضرب نار الذي عرض خلال موسم رمضان 2023. المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك فيه البطولة مجموعة من النجوم منهم ماجد المصري وسمير المرشدي ودنيا المصري وهدى الأتربي وغيرهم.